بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ألف ألف مبروك الفوز لفريق شباب بلوزداد الجزائري بعد الهزيمة الثقيلة أمام النادي الأهلي لما خسر شباب بلوزداد في القاهرة في مصر، خسر بنتيجة 6-1. قدر إن هو يتجاوز النتيجة دي ويفوق من الصدمة اللي خدها ويكسب النادي الأهلي في الجزائر 1-0 بهدف طبعا خطأ كارثي من الشناوي. الكورة كانت متشاطة على الشناوي، معرفش يمسك الكورة مع ان الكورة سهلة جدا وفي تراجع كبير جدا في مستوى الشناوي. منع ان هو يسيطر على الكورة وارتدت لمهاجم فريق شباب بلوزداد في وسط دفاع الاهلي، واقف بيتفرج على الشناوي وواقف بيتفرج على الكورة، فتمكن شباب بلوزداد من احراز هدف الفوز. طيب هنتكلم بقى، سيبك من ان انا زملكاوي وان انا بحفل على الاهلي، وطبعا كل الزملكاويه فرحانين ان الاهلي اتغلب، حاجه طبعا مفروغ منها. كلنا فرحانين ومبسوطين لفوز فريق شباب البلوزداد الشقيق على النادي الاهلي. لكن في مشكله عندنا في مصر عموما، ان انت طالما الحاجه سهله، يعني انت كسبت فريق شباب بلوزداد 6-1، طبيعي ان انت هتروح هناك اضعف الايمان خالص تتعادل، تكسب 1-0 2-0، لان الفريق اللي قدامك من الاخر ضعيف. ولكن لان الاهلي ما فيهوش مدرب كولر، انت بتعمل ايه يا كولر في الفريق؟ انت فريق الاهلي دلوقتي يعني يعتبر بلا اداره. عندك الشناوي مش عايز يقعد احتياطي، ولو مصطفى شوبير لعب بيبقى الشناوي بره التشكيل. هي بالمزاج، هي دايره ايه يعني، صحوبيه واحنا قاعدين على قهوه بنلعب دور طاوله، حاجه غريبه جدا. والدفاع انت واقف بتعمل ايه؟ دفاع الاهلي بيعمل ايه في الهجمه دي، في الكوره دي؟ الكرة ارتدت للمهاجم، المهاجم مفيش حد ماسكه في منطقة الجزاء، يعني في 3-4 لعيبة من الدفاع الأهلي موجودين ومش موجودين. الأهلي طبعا حاول إن هو يتعادل، لكن طبعا لأن اللعيبة داخلة الماتش مستهترة بالفريق اللي قدامها لأن إحنا كسبانينه 6، هي حاجة طبيعية طبعا، ولكن ده دور بقى المدير الفني ودور مدير الكورة. وهنا نقدر نقول إن الأهلي المدير الفني بتاعه كولر ضعيف، ومدير الكورة كمان كابتن محمد رمضان مش قادر يعمل الدور اللي عليه، وان الاهلي خسر. طبعا في الاساس كابتن سيد عبد الحفيظ ده كان احسن مدير كوره في النادي الاهلي، وخسر بعديه كابتن خالد بيبو، وان محمد رمضان مش قادر يسيطر على اللعيبه ومش قادر يلم غرفه الملابس بتاعه النادي الاهلي. عموما النادي الاهلي لو كان متعادل كان ضمن التاهل، ودلوقتي برضه بنسبه كبيره الاهلي هيتاهل. ولكن ده درس لنا نتعلمه في الكره المصريه، ان احنا ما نستهترش ابدا بالمنافس. ولو جماهير الاهلي بقى بوجه لهم رساله، انتوا شفتوا لما الاهلي كان داخل السوبر الافريقي وهو بيقول لك احنا هنكسب الزمالك والزمالك مش قدنا ومش عارف ايه، وهوب ناصر منسي راح جاي مديله القضيه. فالحكايه مش ان انا بخش متكبر ومتفرعن على الفريق اللي قدامي. هو سبحان الله الاهلي كان داخل لشباب بلوزداد في القاهره عامل حسابه ومتمرن كويس ومرتب لنفسه الماتش كويس، فعشان كده قدر ان هو يحقق نتيجه كويسه. ولما دخل مستهتر فريق شباب بلوزداد كسبه وعمل عليه ماتش حلو ونتيجه ايجابيه. ولازم عشان الاهلي يقدر ينافس في بطوله افريقيا ويقدر يحقق نتائج كويسه، ان هو يعالج الاخطاء اللي موجوده دلوقتي. والشناوي ما فيهاش اي مشكله خالص ان هو يريح لمصطفى شوبير. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشيروا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشتركين. وبشكر كل اخواتنا وحبايبنا اللي بيعلقوا على القناه، اهلاويه وزملكاويه. والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.